السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. النهارده برحب بيكم من مطبخ ام انس، يا رب اكون عند حسن ظنكم دايما وعجبكم، واي حاجه ان شاء الله اقدمها لكم تنول اعجابكم وتكون سهله واقتصاديه فعلا بالنسبه لكم. زي ما وعدتكم طبعا هنعمل كل حاجه سهله جدا جدا واقتصاديه جدا جدا، وفي نفس الوقت مفيده جدا وفيها فوائد كتيره قوي، وكمان تعجبك وفوق ما تتخيلي سهولتها. بسم الله ما شاء الله. النهارده حبايب قلبي هنعمل مع بعض شويه عصير جزر على برتقان كده. كلنا طبعا عارفين فوائد الجزر والبرتقان قويه جدا وكتيره جدا. يعني البرتقان برضو يعني حاجه فيتامين جميل جدا، في فيتامين سي يعني رائع جدا لاولادنا ولينا. والجزر كمان حاجة جميلة جدا ومن فوائده كتيرة أوي. بس الفايدة الأساسية بتاعته ان هو يعني أقل حاجة ان هو بيقوي النظر. فجميل جدا جدا حبايب قلبي ان انت تضيفي الوصفة دي. مكونين 2 فقط بس، زي ما انتوا شايفين كده سمك العصير بتاعنا ولونه وجماله زي ما انتوا شايفين كده. هنعمله في 5 دقايق بس، مش هياخد معاكي وقت، وفي نفس الوقت حاجة كده بديل التمر بقى والعصائر بتاعت رمضان. كل يوم شغالين تمر، لا مش عارفة ايه، مانجا، لا ده غيري بقى. والمكونين دمت جمال جدا جدا، وممكن تعملي كمية وتحتفظي بيها كمان في الفريزر. النهاردة عملت حبايب قلبي هنسمي الله طبعا كالعادة ونصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. جبت كيلو من الجزر وكيلو من البرتقان زي ما انتوا شايفين كده. الجزر طبعا انا جبته وغسلته كويس جدا جدا، والبرتقان كمان غسلته، لان كمان اي حاجة ممكن تشتريها حبيبة قلبي تلاقيها فيها تراب، فيها طينة، اي شوائب كده بسيطة على الجلد بتاعها، فلازم نغسله كويس جدا الاول قبل ما احنا كمان نقشره، ونرجع تاني نغسله بعد تقشير مرة كمان او مرتين. المهم ان الحاجة بتاعتنا تكون نظيفة جدا جدا جدا، لان احنا بنعملها في بيوتنا اصلا علشان نبقى ضامنين نظافتها وعاملينها بايدينا، ضامنين الحاجة بتاعتنا جميلة جدا بالنسبة لاولادنا ولينا. طبعا ناكل حاجة كويسة وحاجة نظيفة. الجزر بقى حبايب قلبي زي ما انت شايفة كده بالسكينة، وبقشره بس القشرة اللي فوق، بشرة بسيطة كده، مش بغوط بقى ولا باخد لحم منه ولا حاجة. لو بتعمليها بالمبشرة بتاعة البطاطس او حاجة هيشيل معاكي شوية لحم اكتر، فملهمش لازمة. زي ما انت شايفة كده انا عملته شكله جميل كده ومتقشر ورائع بالطريقة دي، وغسلته كمان مرة. وهجيب بقى حلة كده هرفعها على النار، طبعا تكون من اللي هي بتتحط على النار، وتحطي الجزر فيها بالطريقة السهلة الجميلة ديت. قطع صغيرة كده زي ما انت شايفاه، طرنشات رقيقة كده عشان تستوي معانا بسرعة ما تاخدش معانا وقت. زي ما انت شايفة حبايب قلبي يعني الفوائد كتيرة قوي، وحاجة من ما فيش. يعني بتعملي شوية عصير كتاري ادوكي فترة قدام كمان، يعني لو حابة ان انت تخزنيه زي ما قلتلك. بصوا بقى على القوام بتاعنا في النهاية، وشوفوا كمان الطريقة سهلة جدا هتقدروا ان انتوا تعملوها. وخلاص كده بقى الجزر بتاعنا زي ما انتوا شايفين كده بدأت ان انا اخلصه اهو، وقطعته زي ما انتوا شايفين كده شرايح رفيعة خالص عشان يستوي زي ما انا قلت لكم. لو وصلتوا معايا هنا بقى للفيديو حطوا لايك للفيديو واشتركوا في القناة حبايب قلبي اللي مش مشترك فيها، وفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد من مطبخ ام انس. دايما بعمل الحاجات السهلة الاقتصادية فعلا، علشان في بيوت كتير طبعا ما بيبقاش فيها ان هما مقدرتهم يجيبوا حاجة غالية او حاجة من ديت. فانا دايما بحب اقدم لكم الحاجة البسيطة السهلة الاقتصادية الموفرة الجميلة طبعا برضو، وفيها فوائد كتير هتفيدنا كتير. في الوقت ده حبايب قلبي بقى انا خلصت الجزر بتاعي وقطعته طرنشات رقيقة زي ما انتوا شايفينها كده، وبضيف عليه المكون الرئيسي بتاعه السكر بقى. يعني كيلو جزر على كيلو من البرتقال، وحطيت عليه كمان يعني بياخد معايا نص كيلو تقريبا من السكر او اكتر شوية على حسب ذوقك بقى ايه
في السكر بتاعك، انت بتحبيه عادي بتحبيه مسكر قوي كده يعني. وبضيف عليه كمان كوبايتين بنفس المقدار بتاع الكوباية اللي عايرت بيها السكر، بضيف عليها كوبايتين من المية وبرفعهم على النار يستووا بقى كده يعني. بعلي النار عليهم شوية، اول ما يغلوا معايا كده بهد عليهم النار يستووا براحتهم كده على نار هادية. بس بيكونوا بسيبهم بقى ان هم يستووا خالص كده. عقبال ما يستووا براحتهم بقى بجيب انا البرتقان بتاعي زي ما انتوا شايفين كده بقى، وبقشره كويس، غسلاه برضو كويس قبل ما اقشره، عشان لو في اي حاجة ايديا ما تتعكش، وفي نفس الوقت تاكل البرتقالة من جوه تاني. تمام حبايب قلبي، بقشره بالطريقة السهلة الجميلة ديت بالنسبة لي طريقة سهلة لتقشير البرتقال معتمداها انا، وبقشر البرتقال في كل الاحيان كده بالطريقة ديت. عايزة تقشري بقى بالطريقة اللي تريحك قشري. حبايب قلبي زي ما انتوا شايفين كده البرتقال بتاعي برتقال بسرة من الاصلي، مش من اللي هو يعني ايه البرتقال اللي ماشي الايام ديت بقى اللي هو الصيفي ده. الصراحة مش بحبه اجيبه لا في عصير ولا في الاكل. ليه؟ مهما تحط عليه سكر برضو بيديكي غضاضة كده وبيكون عادي مش مسكر. فهو يعني الصراحة خسارة ان هو يتحط عليه سكر وفي الاخر يطلع برضو طعمه مش كويس معاكي. وعشان ما تخسريش الوصفة بتاعتك بقى وتكوني حاطة فيها جزر وسكر ومش عارفة ايه وكده، هاتي برتقان نضيف من ده يعزز لك الطعم قوي بتاع العصير ويخليه جميل جدا جدا. بلاش الصيفي. تمام حبايب قلبي، وكل واحد حر اختياره برضو، بس انا بديكم المعلومة اللي هي اللي انا برضو لقيتها قدامي قبل كده وحبيت ان انا اقولها لكم، لاني الصيفي فعلا في العصير مهما تحط عليه سكر ما بيعجبنيش. طبعا حبايب قلبي البرتقان زي ما انت شايفة كده، لو في بذر ولا حاجة في برتقانية كده تجي فيها بذر شيليه طبعا، عشان البذر دوت هيمرر معاكي العصير. بلاش منه خالص يعني. وانت بتقطعي البرتقان بالطريقة طرنشات كده، انا بقطعها طرنشات كده عشان لو قابلني بذر اقدر اشيله بكل سهولة. زي ما انتوا شايفين كده بشيله كده بكل سهولة اهو. وكده قطعت البرتقان بتاعي حبايب قلبي، بجيبه بقى وانزل بيه في البولة تاني زي ما انتوا شايفين كده. وفي الوقت ده حبايب قلبي بشوف الجزر بقى معايا استوي خالص وبقى تمام كده، وسبته كمان ان هو يهدي شوية كده علشان ايدي تقدر تستحمله، واشوفه كده استوي ولا لا. زي ما انتم شايفين حبايب قلبي دايب خالص اهو، وده المطلوب. والجمال اللي انتم شايفينه ده من كيلو جزر وكيلو برتقال هيعملوا لك اكبر كمية عصير ممكن تعمليها يعني من اقل مكونات. هاتي بقى حبايب قلبي شفشق الخلاط بتاعتكم وضيفي بقى شوية برتقان على شوية جزر وافرميهم فرم تمام، فاهمة يعني؟ نعميهم خالص 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 بحيث لما تيجي تصفيهم يكونوا يصفوا معاك بكل سهولة، وفي نفس الوقت كمان ما يطلعوش معاكي قشر كتير. تمام حبيبة قلبي اهو زي ما انتوا شايفين كده بضيف من ده شوية ومن ده شوية يحركوا معايا بس الخلاط وهو ماشي. طبعا المية طبعا بتاعت الجزر ديت كلتها سكر يعني بصراحة زي الشربات. بتضيفيها كده زي ما انت شايفة كده، هي دي المية بتاعتنا اللي بتمشي الخلاط، ومش بحط عليه مية خالص خالص وانا بفرمها. المية ديت اللي بتمشي معانا الخلاط بالطريقة ديت. بكون فضيت معايا البرتقان على الجزر كله وارفعه بقى ايه اخده بقى على الخلاط وافرمه فرمتين تمام كده وانعمه كويس جدا 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 اهو. خلاص كده اخده بقى وافرمه في الخلاط. وهنا بقى حبايب قلبي كان في مقطع تاني الصراحة بس ضاع مش عارفة ما دخلش ليه في الفيديو. انا جبت الحلة ديت وبدأت ان انا اصفي فيها العصير كده، بس المقطع يعني حبايب قلبي اللي ضاع دوت ما فيهوش حاجة، يا دوب الحلة كانت فاضية بس، وكنت لسه راح اوريلكم في البداية كده ان انا راح اصفيه. تمام جبته بقى وصفيته كويس بالطريقة ديت. شايفين القوام وشايفين اللون بتاع العصير
بجد تحفة، حاجة كده فاخر من الاخر زي ما بيقولوا. بصوا بقى، اعملوا كميات كبيرة. يعني انا عملت الكمية ديت، عملت منها عصير اليوم، وعملت منها كمان كيسين فرستهم في الفريزر لأي يومين تانيين، برضو اكون مستعجلة فيهم، مش فاضية اي حاجة، مش عنديش وقت ان انا اعمل عصير. وفي ثواني بطلعهم وازودهم مية وبيكونوا جاهزين معايا عصير اليوم. عايزة اقولك حبيبة قلبي كمان ان العصير لما بصفيه كده اللي بيخرج منه ده، التفل اللي بيتبقى مني دوت، ما ترموهوش، حطيه في كيس برضو في الفريزر. تيجي تعملي كيكة معاكي بعد كده ولا حاجة، هتضيفيه عليها، بيكون جميل جدا. وده سمك العصير وتقل العصير بعد ما خلاص فرمته وصفيته، وناعم جدا وجميل جدا، ما فيهوش اي تفل ولا اي شوائب ولا اي حاجه. زي ما انا قلت لكم، الشوائب اللي طلعت منه انا حطيتها في كيس وهحطها في الفريزر معايا لاي يوم بعمل كيكه بضيفها على الكيكه. بتخليها جميله جدا. كيكه برتقال طبعا. تعالي بقى، شفشقك بتاع العصير بقى اللي بتعملي فيه العصير، هاتيه كده. بصوا انا حطيت فيه شوية يا دوب ما كملش نصه كمان، لان العصير بتاعنا تقيل جدا. ومتحلي كمان بسكر، بتحطي مية بس في ثانية كده. تمام. وده بيكون العصير بتاعي جاهز بقى معاكي كده زي العسل، وسمكه جميل جدا. شايفين القوام وشايفين اللون، شايفين الرائع، حاجة كده بسم الله ما شاء الله زي ما انتوا شايفين كده. جميل جدا جدا. اعتمد الطريقة، والحاجات ديت سهلة جدا واقتصادية جدا وجميلة. فضي خلاص بقى الكوباية في الشفشق تاني عشان احنا صايمين، كل سنة وانتم طيبين. واحطه في التلاجة بقى او بره التلاجة، احنا في البرد مش مشكلة ان هو يكون ايه لوقت الفطار بقى. معايا حبايب قلبي كده، اللي متبقي من العصير بتاعي بقى هفضيه في اكياس في التلاجة لاي يوم تاني. حطيت الشوية دمت، طبعا يعني اي كوباية عندك اي حاجة هتحطي فيها الكيس، تلبسي فيها الكيس كده عشان ما توقعيش منك عصير، وتعملي الدنيا بقى جنبك. وتفضي في قلبها على حسب الكمية اللي انت عايزة تحت عينيها، او يدوب هيكون عصير يومك ايه النهاردة قد ايه مثلا، هتعملي على قده. انا شايفة ان الشوية دمت يدوب يقضونا، طبعا لسه هنزودهم مية عند بقى ايه لما اجي اخرجهم من الفريزر اليوم اللي انا اعمله، ازوده معايا شوية مية. بتزودي النص مية او اكتر كمان على حسب القوام ما بيجي معاكي بقى كده، وبتحسيه قوامه تقيل او خفيف او معقول معاكي كده يتشرب عادي. بصوا بقى على الجمال واللون والكمان يعني الكمية جميلة جدا. من حاجة ما فيش والله بجد يا جماعة. كل حاجة في بيتنا بتتعمل بكل سهولة ومكونات سهلة جدا جدا، وحاجة كده بسم الله ما شاء الله هتعجبك جدا. انا بربط الكيس بالطريقة سهلة جدا جدا وجميلة جدا، وبسيب منه حتة فايضة كده بحيث لما انا اجي برضو افكه يتشد معايا بكل سهولة ويتفك معايا بكل سهولة. شفتوا بقى حبايب قلبي، من كيلو جزر وكيلو برتقال عملت قد ايه كمية عصير. عملت النهاردة عصير اليوم اهو، وعملت كمان كيسين في التلاجة ليومين تانيين.